اهم حاجه في الكحك المقادير، طالما المقادير مظبوطه هيطلع معاكي تحفه. طول عمري بعمله بطريقه جدتي ووالدتي، هي دي الطريقه الاصليه بتاعت زمان. بناتي حبايبي هنعمله مع بعض، واللي يتفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير، واللي مش مشترك اتمنى يشترك فضلا وليس امرا. يلا بينا نبدا كلامنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنحضرها الحشوه بتاعت الكحك. انا جايبه ربع كيلو من الملبن، حطيت عليهم معلقتين من السمنه. بايدينا هندعك الملبن مع السمنه علشان يطرى معانا، عشان ما ينفعش نحطه وهو ناشف في الحشوه. الخطوه اللي احنا بنعملها في الملبن دي بتخلي الملبن طري جدا في الحشوه بتاعت الكحك. ناخد قطعه من الملبن وبنكورها بالشكل ده على قد الحشوه بتاعت الكحكايه. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيلو من الدقيق. انا جايبه دقيق الضحى، في انواع كتير قوي من الدقيق، اهم حاجه ما تجيبهوش سايب، ويكون الكيس مكتوب عليه دقيق لجميع الاغراض او للكحك والبسكوت. انا حطيت ربع معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره مليانه ريحه الكحك، و3 معالق سمسم. هنقلب المواد الجافه مع بعض وهنركنهم على جنب. معايا كوبايه من مج الشاي العادي اللي بنشرب فيه الشاي، خدت منه ربعه وسبت كوبايه الا ربع من الميه على جنب. هنضيف على الميه نص معلقه ممسوحه خميره فوريه، 3 معالق من السكر، وهندوبهم حلو جدا السكر مع الخميره مع الميه، ونركنهم على جنب. في الوقت دوت انا محضره 550 جرام من السمنه. انا بصراحه سيحت السمنه وحطيتها في المعيار اللي انتوا شايفينه ده، لكن انتوا لو ما عندكوش المعيار دوت هتعايروا السمنه بمضج الشاي العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي، يبقى 2.5 كوباية من السمنه، نزود عليهم معلقه كبيره من السمنه. حطيت السمنه على عين البوتاجاز وقدحتها. يعني ايه قدحتيها يا هويد؟ يعني سخنتها حلو جدا، وضفت عليها باكوين فانيليا. هي دي الطريقه الاصليه لعمايل الكحك بتاعت زمان. خلوا بالكم وانتوا بتضيفوا السمنه على الدقيق، السمنه بتبقى سخنه جدا، وما تحطوش ايدكم في العجينه في اول ما تحطوا السمنه. بمعلقه خشب زي ما انتوا شايفين، وبنقلب فيه علشان الدقيق يتشرب من السمن، ونسيبه يهدى شويه لغايه ما يبقى دافي معانا. في الوقت دوت هنبس الدقيق. هي دي اهم خطوه في نجاح الكحك عشان يطلع دايب معانا. خلوا بالكم انا مسرعه الفيديو يا حبايبي، بتقعدي يجي 4-5 دقايق بتبسي في الدقيق، بتدعكي كده وتفركيه ما بين ايديكي. الدقيق اتشرب حلو جدا من السمنه، بنحط الخميره وما بنعجنش العجين، لا احنا بصوا بنلم العجينه ما بين ايدينا. الشكل واضح معايا بقى. الكوبايه الا ربع اللي فاضله من الميه بنزل بيها بالتدريج، عشان زي ما احنا متفقين الدقيق انواع، في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق لا. لو انت حابه تعجني الدقيق باللبن الحليب بدل الميه، بدل الكوبايه بتاعت الميه بدليها باللبن، او خليها نصها لبن حليب ونصها ميه. بس بالنيابه عن نفسي انا ما بعملوش الا بالميه، بيبقى حلو جدا والله. ما حد بيدوقه الا ما يقول لي مظبوط 100. العجينه كلها اخدت معايا كوبايه واحده من الميه، ربع حطيته مع الخميره، والكوبايه الا ربع ضفتها على العجينه. بعد ما لمينا العجينه بناخد قطعه من العجينه وبنشوفها، بنعمل لها اختبار، بنشوفها هتشقق معانا ولا لا. لقيناها هتشقق معانا ممكن نضيف لها معلقه او معلقتين من الميه. لقيناها ناعمه بالشكل ده خلاص هنشتغل بيها. تعالوا بقى نشوف هنشكل الكحك بتاعنا ازاي. انا عندي منقاش من السنه اللي فاتت بنقش بيه بالشكل ده، موجوده عندي اي محل بتاعت ادوات منزليه، والبصمه دي بردك، وكل حاجه رخيصه عندهم مش غاليه يا حبايبي. لا اما المصفى بتاعت البطاطس شكلت بيها بردك الشكل اللي انتوا شايفينه. يعني بقول لكم باي طريقه هنشكل الكحك بتاعنا. ايه الجيش قال لك اتصرف. باخد قطعه من العجينه وبالمنقاش، حاجه سهله وبسيطه وما بتاخدش اي وقت. بسم الله ما شاء الله. والله كمان مره طعم الكحك طالع تحفه، مش بقول كلام، دايب دوب. المقادير مظبوطه 100. بالنسبه لحجم الكحكايه براحتك، عايزه الكحكايه صغيره هتاخدي حته عجينه صغيره وتشكليها، عايزاها كبيره وسط براحتك. احنا بقى بتوع زمان زي ما قلت، قول للزمان ارجع يا زمان، بنحب الكحكايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بيعملوا كحكايه على قد القطمه بتاعت البق، احنا ما عندناش الكلام ده حبايب قلبي، احنا من ايام الجنيه جبس حبايبي. براحتك، التشكيله دي حسب رغبتك. قلتي البصمه بردك ممكن تبصمي بيها، بس بصراحه انا ما حبيتهاش، انا عملتها بس علشان التصوير. لكن احلى حاجه للكحك المنقاش بتاعنا، طريقته سهله وبسيطه وما بياخدش اي وقت. لو مش هتعرفي تمسكي العجينه في ايدك وتشكليها، هتحطيها على طبق بالشكل ده وتطبطبي عليها حاجه بسيطه وتنقشيها. طريقه الكحك سهله وبسيطه وما بتاخدش اي وقت. وعلى فكره انا ما سبتهوش يخمر، انا اشتغلت فيه على طول بعد ما عجنت العجينه. اساسا عقبال ما بتشكلي الكحك بيكون خمر معاكي، وبندخله على الفرن في الوقت ده على طول.
تشكيلة الكحك بالمنقاش بتفكرني فعلا بأيام زمان. أما البصمة بتاعت الكحك دي تقيلة على قلبي بصراحة، ما حبيتهاش ليه مش عارفة. الصاج أو الصينية اللي هتحطي فيها الكحك مش بندهنها يا حبايبي ولا بزيت ولا بسمنة، بنحط الكحك زي ما هو. أنا خلصت أول صاج. الصاج التاني هعمله بحشوة الملبن. الحشوة دي بتبقى حسب الرغبة، عايزة تحشي زي حالتي كده ملبن براحتك. بالشكل ده حبايبي بنجيب حتة من العجينة وبنفتحها بصوابعنا وبنحط الحشوة في النص وبنلم العجينة عليها وبنكورها بنفس الشكل. ممكن نحشي بالعجوة أو المكسرات أو العجمية، الحشوة اللي انت حباها. بناخد حتة العجينة وبصبعنا كده نطبطب عليها وبعد كده اهو نشكلها. بسم الله ما شاء الله، كيلو الدقيق عمل لي كمية حلوة جدا من الكحك. لو بنتي من بناتي حبايبي عايزة تعمل نص كيلو على قدها، هتعمل نص المكونات اللي احنا حاطينها من السمنة والدقيق والسمسم والخميرة الفورية والمية. بصوا تشكيل الكحكاية بالمنقاش بتبقى حلوة ازاي، والله بتفكرني بأيام زمان. الوقت ده لو حابة تحطي حتة عين جمل بدل الملبن بتبقى تحفة. أنا بحب الكحك بعين الجمل. ممكن تعمليها بالطريقة دي، بتكوريها وتدوسي عليها بالبصمة بتاعت الكحك، وممكن ترصي كل الكحك بالشكل ده وتدوسي عليه بالبصمة. حاجة سهلة وبسيطة. قبل ما ندخل الكحك الفرن نكون مسخنين الفرن حلو جدا. بنحطه في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 على حسب الفرن بتاعك. التسوية دي قلتي على حسب الفرن بتاعك، وبأكد عليك أنا بقعد قدامه أفوت قيمة ربع ساعة واشيل الكحكايه من تحت، الاقيها خدت لون من تحت وما خدتش لون من فوق، بدفي من تحت واولع عليه الشوايه لغايه ما ياخد اللون اللي انت حباه. عايزاه زي ما انتم شايفين اللون ده براحتك، اقل من كده برضو براحتك. بصوا الكحكايه بالملبن تحفه، وساده تحفه تحفه تحفه، والله طعمه تحفه. المقادير مظبوطه 100 حلاوه الكحكه والسكر. كل سنه وانتم طيبين، يقعد علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين والعالم أجمعين بالخير والصحة والعافية، إلا أهم حاجة في الدنيا كلها. ربنا ما يحرم حد من صحته وعافيته، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين الكحكايه دايبه معانا مش ناشفه حبايبي، عشان المقادير مظبوطه. اسيبكم في رعايه الله.